الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة عزيان فوت ترحب بكم داخل وخارج الوطن. موضوع اليوم مولودية وهران. مولودية وهران اللي في هذه الفترة راهي في المرحلة تاع الميركاتو الشتوي، وين كاين عدة تساؤلات حول الطريقة اللي راهي يسير بها الفريق مولودية وهران، يسير بها هذا الميركاتو والتحويلات. وكاين لاعبين اللي جاو، كاين لاعبين اللي مازال، كاين بعض الامور سادير ما كانش توجور هذا البروبليم تاع الكومونيكاسيون. الاداره مازال ما وضحت اي شيء منذ ذلك الوقت، من النهار اللي جات عام ودارت كونفيرونس دو براس، من تما ما كان والو. كاين غير دي كومونيكي نديرو في الفيسبوك. بون سي با امبورطون. المهم هو ان الميركاتو الحالي كي رانا نتبعوا الاطوار ورانا نشوفوا بلي الانصار ما راهمش تقريبا، غالبا اغلب الانصار ما راهمش راضيين، راهم يتسائلوا بسبب هاد اللاعبين اللي جاو ماشي معروفين. ولكن انا اللي بغيت ندير هذا الفيديو فيها حصه صدير سي لوكازيون جو بروفيت سي ميساج هذا نرسله انا الاداره تاع مولوديه وهران، اللي طبعا افيك تو مي ريسبي الاداره هما اللي راهم متكلفين بهذا الدوسي تاع الريكروتمون. الاخبار اللي جاتني بلي تقول بلي كاين ان جوار اكسيلون جوار، يعني مهاجم لا باس به جدا جدا، يعني عنده امكانيات كبيره، وهو اسمه تادوس نكانغ، 23 سنه، لاعب دولي كامروني، لعب في عده انديه اوروبيه ولعب حتى في فنزويلا، والمره الاخيره كان يلعب في استاد مالي، الملعب المالي، وسجل حتى 4 أهداف في رابطه ابطال افريقيا، وهذا شيء هام جدا. هذا اللاعب واللي راهي باغيته جي اس كا لحد الساعه. جي اس كا كيما راكم تشوفوا في التصاوير وتشوفوا في لي زارتيكل هادو اللي راني نفوتهم تشوفوهم. هذا اللاعب راهي باغيته جي اس كا، واصر عليه، اصر المدرب زيمباوا على انتداب هذا اللاعب. ولحد الساعه الاخبار تقول بلي مازال ما سينياش، راه ليبر وينجم يسيني في دون نيمبورت كال ايكيب، وراه باغي البطوله الجزائريه. حتى وراه يقول الاخبار الرسميه تقول بلي راه مستعد باش يدير دي كونسيسيون فينونسيير، صدير يقبل زعما ان سالير لا باس به باش يجي يلعب. هو راه باغي يلعب في البطوله الجزائريه لاسباب نجهلها، راه باغي البطوله الجزائريه، بالك يعرف عندها نظره مليحه على الكره الجزائريه. الكره تاعنا راهي خاصه بعد لو بون فيزاج اللي بينته الفريق اللي بين الفريق الوطني في كاس افريقيا، وشي اللي صار كما تعرفوا. دونك هاد اللاعب راهي باغيته جي اس كا، وربما بعض الانديه كذلك الجزائريه راهي باغيته. وبغيت نشوف اسكو لا سيلول دو ريكروتمون تاع المولوديه اسكو خمو في هاد اللاعب صغير 23 زون، خمو فيه يجيبوه. سيرتو البروبليم تاع المولوديه وبروبليم لاطاك نعرفوا. راني نشوف، راني نقرا، راهي باغيه دي ديفونسور، دي ميليو اوفونسيف، دي ميليو ديفونسيف. المولوديه تحتاج في هاد ليكيب هذه اللي راهي دروك، تحتاج الى لاعب تاع بين هجومين، سادير مهاجمين عفوا، سي دي زاتاكون بيتور اللي ينجموا يعطوا الحل للفريق تاع مولوديه وهران باش يسجل اكبر عدد من الاهداف. لان هذا الباركور اللي درته في لافاز الي ما نقولوش ماشي مليح، ولكن يعني كان يكون احسن لولا التعثرات داخل الديار. ربما مولوديه كتكون احسن، كانت في المرتبه الثانيه. كي ندير لو بيلون تاع لالي، مولوديه كتقدر تكمل لا دوزيام بلاص ومور مولوديه دالجي بيان سي. دونك هذا درت هذه بسرعه خفيفه هذه الحصه باش اذا امكن، طبعا انا ما نعرفهاش مليح هذا الجوار، ولكن قريت عليه وشفت باللي لاعب ممتاز، وشفت باللي لعب في انديه اوروبيه، والمستوى تاع الكره يعني المستوى تاعه مع لي ان جون ديجا راه عنده 26 عفوا ماشي 23، عنده 26، ينجم يمد الاضافه لمولوديه وهران. لما لا؟ البطوله تاعنا نعرفوا المستوى تاعها، ونعرفوا اللاعبين الافريقيين من يكونوا ملاح عندهم مستوى كبير ينجموا زعما يسامبوز في الشامبيون تاعنا، الشامبيون تاع القسم الاول، ولما لا في مولوديه وهران. هذا نداء برك بغيت نديره يعني ماكسيموم دو بارطاج سي بوسيبل. بالك الاداره مانيش عارف اسكو على بالهم، نظن باللي يكون على بالهم، ولا ما على بالهمش. ماذا بينا صدير بوركوا با طونتي لا شونس مع هذا الجوار، لا كارت تاعه راهي ليبر، ممكن جدا يجيبوه باش يعطي الاضافه اللي خط هجوم مولوديه وهران. هذا اللي بغيت نقول لك في هذه الحصه، والى اللقاء في موضوع اخر بحول الله.